السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة بقى جايبه لكم فيديو جديد وسهل وبسيط وجميل، يا رب يعجبكم. بصوا بقى، أنا يوم ما عملت بقى التورتايه عملت ايه؟ كنت جايبه كرتونة بيض قبلها بيومين بصراحة، وكنت جايبه بقى ايه كرتونة البيض وفضيتها بالشكل ده كده، وكانت جميلة ولذيذة. فضيتها وكانت كلها كبيرة زي ما انتوا شايفين، مش صغيرة. كرتونة البيض ب105، يعني البيضة ب3 جنيه ونص. البيضة الواحدة ب3 جنيه ونص. محدش يقول لا ده البيض ب4 ونص وب5 ونص، والله انا جبتها كده. كان سوبر ماركت فاتح جديد وعامل عرض، والبيضة اللي كانت متوسخة دي انا شلتها وبعدين رجعت ايه ركنتها تاني. شايفين بقى البيض المكسور ده والحاجات دي، انا خدتها بقى ولميتهم كلهم واستخدمتهم في الايه في التورته. وبعدين بعد ما عملت التورتايه عملت بقى الاكله الجميله دي. انا ما كنتش اصور والله، الاكله دي كانت على غفله كده. عملت للولاد مكرونه بصلصه ومش عارفه اعمل ايه جنبها، فكنت هشوح بانيه وكده، قلت لهم اعمل لكم شكشوكه معايا، مش عايزه اكل بانيه انا. راح قالوا لي بقى نعمل ايه، اعمل لنا يا ماما بيض عيون كده بالصلصه. هما بيحبوه بحمص وانا بحبه بالحمص، بس إيه، ندى مش بتاكله كده بالحمص بصراحه. فقلت اعمله، فانا المفروض كنت حطيت له شويه ميه. كنت الوقت ده وعملت فيه مجهود في المطبخ بصراحة، ورصيت الحاجات اللي هتشوفوها معايا، فما كانش عندي مجهود خالص ان انا اقف جنبها. وبصراحة عملتها وخرجت شوية وطيت عليها عشان البيض يستوي. اهم حاجة عندي البيض يستوي. تقدري تحطي ملح وفلفل على الوش زي ما انا حطيت كده، وتقدري لا، بس انا قلت اما ادوقه كده واوريه لكم. جميل وطعمه حلو قوي. جربوه هيوفر معاكم وهيكون جميل. ما هو انا جايبه البيض رخيص لازم استغله بقى. استغليته احلى استغلال ووفر عليا وقت ومجهود. طبعا الصلصه اللي انا كنت مستخدماها دي، اللي انا كنت حطاها في التلاجة، اللي عاملاها بالبصل، اللي انا بقول لكم بشيلها على طول، بتسهل عليا كل حاجه. وهنا بقى انا حطيت هنا الرز ولسان العصفور، كنت بشوفه يعني حوا ده ايه يعني، مصري ولا لا. والحمد لله لقيت مكتوب عليه مصري، بس مش اي حاجه تقريبا بيبقى مكتوب عليها. الرز ده اسمه العطار، ورز اسمه ادم. ادم 900 جرام. 900 جرام ب30 جنيه. البطل 800 جرام ب24 جنيه. العطار ب25 جنيه. كل الأسعار دي متفاوتة من أماكن متفاوتة. اللي هو الرز ال 900 جرام و 800 جرام 24 و25، ده من مكان واحد اللي كان عليه العرض، في السوبر ماركت اللي كان عليه العرض. طبعا الرز هيوصل لحاجة و40 و50 على رمضان. الرز هتبقى أسعاره نار، نار النار. فخلي بالكم يا جماعة، عشان الرز كمان السكر كمان مش كيلو، السكر بيبقى نص كيلو ب20 جنيه. ايوه انا جبته ب20 جنيه نص كيلو. بصوا ده انا جبته كيلو. بدر البذور ده جبته كيلو، والانواع التانية مش عارفة بصراحة اسمها، بس هما الاتنين مع بعض، الكيسين مع بعض عاملين كيلو وربع. كيلو وربع، كيلو وشوية، يعني داخل على الكيلو 300، بس مش مكمل كيلو ونص. وكمان كنت جايبة عرض، كان عنده عرض عسل وطحينة، نص عسل ونص طحينة، وعليهم كمان ايه، وعليهم مش متذكرة السعر بالظبط، بس تقريبا كان حاجة هما ولسان العصفور عملوا 61 جنيه، او هما ولسان العصفور مع بعض. فبصراحة هي كل حاجة ليها سعرها، العسل ليه سعره والطحينة ليها سعرها، بس بيديكي عليهم زيت الحار ده هدية. بصوا زيت الحار لونه يعني مش فاتح قوي كده ومبيض، مش مضروب، لونه حلو وجميل وزي ما انتوا شايفين كده. بس هو يعني ايه سايل معايا في الكيس شويه، ان انا مفضيتوش بصراحه على طول. كنت بصراحه نسيت ان انا جبته اصلا. فلما فضيت الشنط كلها بالشكل ده انا ظبطته، ولقيته الحمد لله زي الفل معايا بالشكل ده كده. فضيت العسل برضو، يعني انا فضيت العسل على طول، ان الكيس من بره عليه زيت حار، فانا مش عايزه الزيت الحار يخش في قلب العسل. انا فضيته هو بس، وجبت برطمان وفضيت فيه الطحينه. والطحينة كده فضيتها على طول، برضو مش هعمل نفس ما عملت في العسل، هعمل زي ما عملت في العسل بالظبط، مش هفضي الكيس قوي يعني. بصوا انا كده خلاص فضيته وتمام التمام. هلم ده كله وهمسح بقى كل ده عشان الدنيا تفضل رايقة معايا.
كان جميل زي الفل اهو، مفيهوش اي افتكاسات ولا اي تعقيدات. بصوا ازازة الزيت دي كمان نسيت اوريها لكم، ازازة الزيت دي جميلة. انا بقى كنت بجيب ازازة الزيت دي موفرة جدا، بتبقى صافي كيلو، 2 كيلو و100، مش 2 كيلو وربع زي ما مكتوب عليها، كانت ب145. بصوا السكر دوت، ال2 كيلو عاملين 300 وحاجة، يعني ازيد داخلين على كيلو ونص اللي انا بفضيهم. لكن التانيين اللي هم الازرق دول لا، كانوا 2 كيلو وربع بالظبط تقريبا. فانا وزنتهم بعد ما خدتهم من عنده، برضه خدت الواحد على حوالي 30 جنيه للكيلو. وجبت كمان برطمان الصلصة، بس انا جبت صلصة هاينز ومكنتش اعرف ان هي مع المقاطعة. فاكتشفت بعد كده، انا لقيتها بصراحة سعرها حلو 15 جنيه، فجبتها. ما خدتش بالي يعني ان دي هاينز، غير بعد ما جبتها البيت جبت منها 2، بس جبتها من سوبر ماركت تاني، كنت بجيب حاجات تانية وجبتها معايا. بس بصراحة يعني حلو برضو الرز والسكر، بقولكوا بص الحباية كويسة والرز كويس والسكر كويس، الحاجات دي هتقعد معانا فترة كبيرة برضو، ان احنا مش بنستخدم رز كتير يعني بصراحة، زي ما بنستخدم مكرونة. انا بقولكوا ده 800 جرام وده 900 جرام وده 800 جرام، ده 400 قصدي 800 و900 و900. وجبت بس لسان عصفور. وجبت بقى السكر، في جبت كيلو، جبت كيسين، الفرد كان ليه كيسين بس، جبت كيلو وجبت كيلو من اللي هو نصين، جبت يعتبر يعني كيلو، وبرضو التاني جبت كيلو، وجبت كله يعني حاجات بسيطة هتوفر عليا، بس في البيت نزول وطلوع كتير هتوفر علينا برضو ان احنا ما بنلاقيش السكر في معظم الاوقات وكده يعني. وقلنا برضو نعمل حاجة حلوة، نعمل عصير، نعمل كده الدنيا بتمشي معانا، ونجيب برضو حاجات حلوة وحاجات كويسة. بصوا ده اللي انا قلتلكوا عليه، وبس هفضيهم بقى كده، والصلصه هي اللي بقولكوا عليها. ودي كانت شويه مشتريات سهله وبسيطه واسعارها حلوه في متناول الجميع. كل ما تلاقي حاجه رخيصه روح اشتريها على طول.